مرحبا أصدقائي، تعال اسمع معي الفيديو ده. في شخص جه سيدنا موسى وقعد يلح عليه: يا نبي الله ادعوا لي الله أن يغنيني عاما واحدا، يا نبي الله ادعوا لي الله أن يغنيني عاما واحدا. فسيدنا موسى تعالوا، فربنا فعلا أغنى الراجل ده. عدت سنة واثنين وثلاثة والراجل لسه غني. سيدنا موسى عدى كده على الراجل، لقى الراجل ايه ده مش سنة بس، ده الراجل لسه غني لغاية دلوقتي. بس لقى الراجل عامل ايه في بيته. الراجل لما ربنا اداله رزق، الراجل راح فاتح كده المكان اللي هو فيه او بيته 4 أجزاء كده: باب، مكان للأيتام، الأيتام يدخلوا ياخدوا اللي هم عايزين، مكان للمرضى، ومكان لكذا. فعمل 4 حاجات. سيدنا موسى سأل ربنا: يا رب، دعوتك أن تغنيها عاما واحدا وأغنيته أكثر من عام، إزاي أو ليه يعني؟ فقال له إيه؟ اسمع بقى كده وركز. يا موسى، فتحت له بابا واحدا ففتح لي 4 أبواب، أيكون العبد أكرم من سيده؟ أنت متخيل؟ إحنا بقى وإحنا بنطلع الصدقة أو إحنا بنطلع نساعد حد أو أيا كان، بنخاف الفلوس تخلص، بس أنت ما بتبقاش عارف إن الرزق اللي جاي لك ده هو رزق مين أصلا. في قصة واحدة بتحكي لي بتقول لي: أنا دايما متعودة إن أنا مرتبي اللي بينزل لي مبلغ فلاني، خلينا نحسبها 1000 جنيه. في شهر لقيت فجأة نزل لي 6000، هو الرقم اتضاعف في 6 يعني. يقول لي نزل لي المبلغ كبير جدا، بقيت مبسوطة قوي، الله وإيه ده ويا رب. طب إيه؟ في فجأة لقيت حد بقالي كتير قوي معرفوش، وبقالي فترة طويلة قوي ما سمعتش عنه، يعني كنت أعرفه زمان، بيكلمني بيقول لي: أنا مراتي بتولد، أنا محتاج المبلغ اللي هو زيادة عن 1000 اللي هي متعودة بتاخدهم كل شهر. فبتقول لي: أنا حسيت لفجأة كده اللي هو إيه، ما أنا محتاجة أعمل كذا، طب ليه؟ طيب. بعدين قالت لي: انا رحت مديهم له. قالت لي: والله الشهر اللي بعده بقى ال6 أضعاف دول هم دول الاساسي الثابت بتاعي. قالت لي: وجالي فلوس من حيث لا احتسب. فما حدش هياخد رزقك، والشغل اللي انت خايف عليه قوي ده وخايف من زمايلك وعمال بتحارب هنا وهنا وهنا وهنا، ما حدش هياخده. المهم واللي بيفرق في الاخر انت بتعمل ايه مع ربنا. الموضوع ملوش علاقه بالبشر، البشر دول جنود كده ربنا حاططهم في حياتك اختبارات، عشان هم دول الامتحان بتاع المذاكرة اللي انت عمال بتذاكرها في حياتك كلها. فانت هتتعامل معاهم ازاي؟ هو ده الامتحان اللي انت بتمتحنه بعد ما ذاكرت. ففي الدنيا امتحانك بيجي عشان تعرف ايه اللي انت محتاج تذاكره، فتبدأ تذاكره، فتمتحن تاني، فتشوف انت نجحت ولا سقطت. فافتكر كده ان ربنا قال ايه: أيكون العبد أكرم من سيده. إذا وصلت للنهاية اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، وانتظر مني كل جديد. سلام.